اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي، اخباركم ايه؟ انا ولا عزت رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده عن الكوبيبه، والفيديو ده بالذات لكل الناس اللي جربت الكوبيبه السنه اللي فاتت وكلموني وقالوا لي ما ظبطتش معاهم. تعالوا اقول لكم انتوا غلطتوا في ايه عشان تعملوها ان شاء الله بالطريقه الصح. شوفوا شكلها كان عامل ازاي، وتعالوا بقى اسمعكم صوتها كمان بعد التحمير. تحفه جدا، اسمعوا كده. بصوا، سمعوا الصوت. سمعتوا بقى صوت القرمشة؟ وتعالوا نشوف شكلها بقى بعد ما اتحمرت. تحفة. شايفين الجمال والحلاوة؟ حلوة قوي. انا عملتها بنفس طريقة السنة اللي فاتت، بس هقولكوا على شوية تريكات كده عشان تظبط معاكوا اكتر واكتر. عشان برضو هقولكوا الفرق او ايه الاخطاء اللي انتوا وقعتوا فيها. اول حاجة انا هجيب كوبايتين برول. تمام. هنقعهم لمدة ساعة في مية. خلاص، يعني مش اقل من ساعة، ممكن اكتر لكن مش اقل. زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هعصرهم كويس جدا من المية. دي تركة ممكن انتوا تكونوا وقعتوا فيها. انا عصرتهم بشاشة من المية تماما، ما كانش فيهم مية. وسلقت 3 حبات بطاطس متوسطة. برضو حجم حبات البطاطس بيفرق من حد للتاني، فده ممكن برضو تكون تركة انتوا وقعتوا فيها، وحسب برضو المية اللي شربتها البطاطس. هي المية هي اللي طرت منكم العجينة بتاعة الكوبيبة، عشان ناس كتير قالت لي انها طريت. بنحط عليهم ايه بقى؟ حطيت عليهم معلقتين كبار كزبرة جافة. الكزبرة الجافة دي اللي بتنقلها نقلة تانية. وحطيت عليهم كمون. وحطيت عليهم كمان بهارات لحمة وملح وفلفل وسنة شطة. تمام. حطيت معلقة كمون كبيرة، ومعلقة بهارات لحمة كبيرة، ومعلقتين كزبرة جافة، وملح وفلفل. تمام. وهعجنهم عجنة كويسة قوي. خلاص. وكمان انا كنت معصجة لحمة ببصل. لحمة مفرومة بشوحها مع بصل مبشور. تمام كده. وحطيت عليهم طماطمية مبشورة وفص توم وملح وفلفل، وشوحتهم على النار. تمام. بعد بقى ما عصرت وحطيت التوابل بتاعة البرغل بعد ما نقعته ساعة وعصرته كويس جدا جدا جدا. وبعدين حطيت عليها التوابل بتاعته. بقيت احط من البطاطس شوية شوية لحد لما الاقي العجينة، لو حسيت انها بتطرى مني ما زودش بطاطس. لو نسبة النشا في البطاطس عالية هتنشف بزيادة. نفترض ان النسبة قليلة، لا برضو دي بتختلف، دي بتخلي العجينة ممكن تطرى منك. طيب العجينة طلعت مني طرية، هنزودها ايه؟ هقولك. اول حاجه بعد كده انا فرمتهم فرم حلو، ممكن اعجنهم بايدي كويس قوي. عادي خالص من غير ما افرمهم. بس انا حبيت افرمهم عشان يندمجوا قوي مع بعض، والبرغل ما يبقاش باين. تمام. فحبيت اعملهم بالمفرم، بس صراحه لما فرمتهم العجينه طريت مني شويه. كانت قبل الفرم العجينه كانت يابسه حبه، لكن بعد الفرم طريت شويه. وهقولك هنعالج ده ازاي. انا ما حطيتش البطاطس كلها، خلي بالك، انا خدت بطاطسايه بس من التلاتة. وفرمتهم مع بعض. يبقى البرغل كان منقوع ساعة، عصرته كويس جدا، حطيت عليه التوابل اللي انا قلتلك عليها، وبدأت انزل بالبطاطس. انا خدت بطاطساية واحدة بس من المسلوقة. وهبتدي افرمها بالمفرمة زي ما انت شايفة كده، اديها وش. بصوا انا بقولكم انا خدت بطاطساية واحدة بس، وحسيت ان العجينة مناسبة. طيب انا حاسة ان العجينة طرت مني شوية بعد ما اتفرمت. تعالي اقولك بقى على الحاجة اللي مش هتخليها بعد ما اتفرمت تبوظ منك، ان احنا هنضيف نشا. ممكن نص كوباية، ممكن كوباية، ممكن كوباية ونص، مفيش مشكلة خالص. على حسب ما تلاقي العجينة انت قادرة تلميها. خلاص. وانا قلت لكم ده بيرجع للمية، او انت ما عصرتيش المية كويس قوي اللي في البرغل، او المية اللي سرقت فيها البطاطس، او نسبة النشا في البطاطس قليلة، ممكن يطري لي العجينة. تمام كده. تمام. انا عجنتها كويس قوي، هي اخدت مني كوباية نشا. وهابتدي بقى إيه أشكّلها. هي طريّة شوية، بس أنا هاعرف أشكّلها، مش طريّة over، يعني طريّة شوية صغيّرين زي الكفتة اللي إحنا بنعملها بالصلصة دي، بالضبط نفس القوام، يعني نفس العجينة بتاعتها، أو طريّة زيها. فباتغلّب عن ده إزاي بقى وأنا باشكّلها عشان ما تلزقش في إيدي؟ باجيب شوية زيت في طبق وبابتدي أشكّلها. بُصّوا، أنا مش محترفة في تشكيل الكوبيبة ولا أي حاجة. يعني طبعًا إخواتنا السوريين أشطر مننا مليون مرّة، لإن هم عندهم خبرة عننا كتير. بس أنا في الآخر المهم الشكل الخارجي يطلع حلو. بُصّوا، أنا باحاول ألفّها ما بين إيديّا كده. طبعًا في ناس محترفين عني كتير، 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 وأعلى منّي كتير، بس أنا باورّيكم التجربة بتاعتي. تمام. باحاول يعني أعملها شبه الطبق كده عشان أقدر أحُط فيها الحشو.
مش مهم التكنيك، المهم الشكل في الآخر يطلع كويس، ده اللي أنا عايزة أقوله لِك، وما تقلقيش وما تخافيش وجرّبيها، لإن أنا زعلت إن هي باظت من الناس السنة اللي فاتت، ولدرجة إن هُم قالوا لي إحنا مش هنجرّبها تاني، لأ يا جماعة جرّبي مرّة و2 ممكن تفشل منِّك، عادي مش كلّنا من أول مرّة الحاجة بتطلع معانا صح، خلاص؟ يبقى إحنا لمّا بتطلع مننا طرية ممكن نضيف إيه نشا، ولازم يا جماعة نعصر البرغل كويس أوي بشاشة أو أي حاجة، البطاطس ممكن ما نحطش الكمية كلّها، على حسب العجينة معايا شكلها إيه، خلاص؟ بُصّوا بقى باشكّلها طبعًا بعد ما حشيتها وشكّلتها بالزيت، عشان بقى الشقوق اللي بتطلع فيها كده، باجيب طبق فيه مَيّة وبابتدي يعني أعمل الشقوق دي أخبّيها بيه، لمّا بالمس بإيدي بالمَيّة كده الشقوق اللي بتطلع على الكوبيبة من برّه بتروح خالص وبتختفي، تمام؟ تمام، يبقى الزيت عشان ما تلزقش في إيديّا، والمَيّة عشان تخلّي الشقوق اللي بتطلع على الكُبيبة من برّه تختفي، وشكّلتها زي ما أنتم شايفين كده، ما فيش أسهل من كده، وهاوريها لكم لمّا تتحمّر. أنا في الغالب دايمًا بانصح الناس إن هُم يحمّروها متجمّدة، يعني يحطوها في الفريزر تتجمّد، يطلّعوها من الفريزر يحطوها في الزيت على طول وهي مجمّدة، تمام، ما فيش مشكلة. أنا المرّة دي هاوريها لِك كمان أنا بعد ما عملتها على طول حمّرتها، ولا فكِّت ولا جرى لها أي حاجة، بس نصيحة منّي أي حد يجرّبها، يجرّبها مجمّدة أحسن، تمام؟ تمام. هابتدي أشكِّل كمان واحدة، مش عارفة تعملي الشكل ده ممكن تعمليها كِوَر عادية خالص، مش هتقول لأ، هتدّي نفس الطعم ويبقى شكلها حلو برضه. دي كلّها برضه من تجهيزات رمضان اللي أنا هاحتفظ بيها في الفريزر، وقت ما أحتاجها هاسحب منها، تمام؟ اللي يقدر بقى يحط مكسرات مع الحشوة يحط، اللي ما يقدرش خلاص، أنا ما حطيتش عن نفسي يعني. هابتدي أشكِّلها كده، إمم، ممكن أعمل الطرف اللي هو المدبب ده من ناحية واحدة، وممكن أعمله من ناحيتين، زي ما أنا حابة. ولمّا باحطها في الأطباق وادخّلها الفريزر مش باحطهم فوق بعض علشان شكلها ما يبوظ، لازم تجمد الأول، ممكن أحطهم في صينية كده زي اللي أنا حاطة عليها الكوبيبة وادخّلها الفريزر، تتشمع شوية وتجمد وبعد كده أرصهم في الأطباق أو في الأكياس عادي ما فيش مشكلة. ابتدي بقى أشكِّل كده لحد ما الشكل يتضبط معايا. طبعًا إحنا زمان كنا بنحط على الطبقة الخارجية دي بدل البطاطس كنا بنحط لحمة مفرومة، بس نخلّيها يعني اقتصادية شوية، وفي الغالب إحنا مش بناكلها في المطاعم ما بيبقاش على الطبقة الخارجية دي لحمة مفرومة ولا حاجة. بتبقى برغل في الغالب بس، شايفين بقى؟ وريتها لكم بعد ما اتعملت، أهي الأطباق أهي رصيتها، زي ما قُلت لكم ما احطهاش فوق بعضها لإنها هتبوظ شكل الكوبيبة لحد لمّا تجمد، واغلفها بقى بالستريتش وادخلها الفريزر أسحب منها وقت ما أنا عايزة، زي ما أنتم شايفين كده. ما ننساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة يا جماعة، واكتبوا لنا تعليقات حلوة تحت الفيديو. هاسمعكم لتاني مرة الصوت برضه بتاعها عامل إزاي. كان طعمها بقى وريحتها جميلة جدًا، وزي ما قُلت لكم والله أنا ما دخّلتها الفريزر ولا حاجة، حمّرتها بعد ما شكّلتها على طول، بصوا والرقة أو الطبقة الخارجية دي كانت يعني كانت رقيّقة ما كانتش تخينة ولا أي حاجة، الحشوة طعمها حلو، شايفينها كانت لسه حتى سخنة، وفي نفس الوقت مقرمشة.